عسلامة الناس الكل. باش نحكي لكم قصة شعبية من الهند عمرها 2000 سنة تفسر فكرة التعددية pluralism كنظرة للعالم. 6 رجال مكفوفين كانوا يتمشوا في الريف، حسوا بالعطش وقالوا خلينا نمشيو للواد نشربوا شوية ماء. وهم على حافة الواد صدموا في حاجة كبيرة قاعدة هي زادة تشرب من الواد. تفاجعوا وما فهموش شنو صار لهم. يخي قال لولاني وهو مس في خرطوم: الحيوان جلده كاسح وظهر فيه طويل، ما يطلع كان حرج. جاء الثاني ومس الناب وقال: لا يا راجل، هذه حاجة يابسة كالحجر ومذببة وطويلة، ما تطلع كان رمح. الثالث مس الساق وقال: انتوما زوز تخرفوا، هذه حاجة خشينة وعريضة وكاسحة زادة، ما تكون كان عصا زيتون. الرابع مس الوذنين وقال: اما لبكلكم غالطين، هذه حاجة خفيفة ورقيقة كيف المروحة متاع اليد اللي تعملها الوالدة في الصيف. الخامس جبد الذيل وقال: الصحيح عندي أنا، هذا كيف الحبل اللي نربط به الحيوانات. السادس مس جنب الحيوان وقال: انتم الكلكم هبلتوا، هذا حيط عريض وقوي كي حيط دارنا القديمة. وقفوا الكلهم لحظة وسكتوا، كل واحد شادد صحيح في رأيه. وبعد قالوا: شنو هو الحيوان اللي فيه شوية من كل شيء؟ أحنش، رمح، مروحة، حبل، شجرة، حيط، ما نجموش يفسروا هاللغز. وكي سمعوا شكون ماشي في الطريق سألوه: يا خويا تعمل مزية، شنو هالحيوان؟ قال لهم: يا ولادي هذا فيل. يا اخي ضحكوا وقالوا: توا فهمنا. وانتي وضحت لك التصويرة؟ فهمت القصد؟ فكر معايا، لو عندك اي سؤال اكتب تعليق